بيراميدز كسب الاهلي 3-0. لا يمكن. انا بقول لحضرتك بيراميدز لاول مره النادي الاهلي يتغلب. والله يعني انا مش هبقى سعيد قوي ولا حاجه رغم لا مش لا معلش انا سعيد قوي. الاهلي اتغلب 3-0. الاهلي ده فريق مصري صحيح. انا وحضرتك زملكاويه منوعين زملكاويه وبنحب الزمالك، ولكن دايما اتمنى كل الخير للاهلي وكل يا فندم بنتمنى له الخير. انما ده ايوه الضحكه الحلوه بقى بتاعت ال3-0 دي. طب ما تخلينا في النادي بتاعنا طيب يا استاذ عمرو. ما بلاش النادي بتاعنا بقى، ما بلاش السيره دي. ان شاء الله القادم افضل والقادم احسن للنادي بتاعنا، وان شاء الله كل النوادي المصريه تبقى بخير. لنادي الزمالك ونادي السكه الحديد ان شاء الله كمان. ازاي هيبقى افضل ازاي؟ والله مفيش حال بيستمر كده يعني ايوه مفيش حال بيستمر كده. لازم يا استاذ عمرو. وانت فاكر ان الحال ده هيستمر كده؟ وانت فاكر ان هو حتى اعضاء مجلس الاداره سامعيني والمستشار مرتضى منصور سامعني؟ هو المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره ده هيفضل قاعد طول العمر؟ لا يمكن، هيتغير. طب اللعيبه دي هتفضل طول العمر؟ يا فندم هيحصل ايه؟ هيتغير. معلومة اليوم: بيراميدز اشترى كل حاجة في مصر بفلوسه إلا جمهور الزمالك، خدوا فوق البيعة ببلاش. مصايب السنة الجاية. عندك لعيبة على مستوى عالي، لازم يكون الفكر عالي. ده فكره محدود، ده بالنسبه للعيبه الاهلي فكره محدود. انا كتر خيره السنه دي خد بطولات وخلاص وشكرا على كده. ماشي، ما هو فكر محدود. هات بقى، خلي عندك طموح. انت عندك كاس عالم للانديه، عندك بطوله افريقيا السنه الجايه، انت ما تعرفش الفرقه هتبقى عامله ازاي. اللي حضرتك بتقول عليها دي هو اللي طالبها يا كابتن. يا عم مين اللي طالبها؟ ما هو الراجل اللي طالبها. يا جدع احلف لك احلف لك بان ما فيش الكلام ده. مش كولر؟ ايوه عشان ان صن داونز ما قابلتوش. ما انت بص، انا من ساعه لما كسب الهلال قلت العقبه الوحيده في طريقه في افريقيا صن داونز، فما بلاش. فعشان كده قلت هيكسب الرجاء لو قابله، هيكسب الترجي لو قابله، هيكسب الوداد لو قابله، هيكسب اي حد لو قابله الا صن داونز. فصن داونز ما قابلوش، فعشان كده البطوله بقت سهله جدا برغم ان هو صعبها، بس العنايه الالهيه هي اللي جابتها. هو ما لعبش كوره لا هنا ولا هناك، بس العنايه الالهيه هي اللي جابتها. من الاخر كده انا فهمت ان كولر ده راجل هجاص وكسب بطوله الدوري بالتحكيم وبطوله افريقيا بالعنايه الالهيه. ما ترسلوش بقى يا مصطفى، خلاص كده بقى زي الفل. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. لما اخطا في ماتش الاهلي قال انا اخطات واعتذر، بس هو مش مشكله هو خالص، مشكله انا يعني. هو يخطا ويعتذر وانا اللي اتشتم، مش هي دي القضيه. ما عندناش مشكله، عندنا مجموعه عيال سفله لا ينتمون لنادي الزمالك بشيء، ومسكوا لي محمود علاء في الاول طفشوه، واوباما بعديه، وزكريا الوردي، تمام، ودخلوا عليا ودخلوا على مجلس الاداره. كل ده بقى الرد انتوا في الملعب المطوشه اللي جايه، انتم برجولتكم ومهارتكم واصراركم. انا عندي احسن لعيبه في مصر، سواء المجموعه القديمه قوي او المجموعه الجديده اللي انضمت او اللي برحب بيهم. اوباما ما اعرفش محمود علاء فين، بس هسفره اخر، جيب له تاشيره ويسافر وسع كده. وفي حمدي على فين؟ حمدي علاء هو داخل في حمله بس هو جامد يعني، ما بيهموش حد. محمد صبحي ولا يهمك حاجه يعني، مش هقول لك انت كنت معمول لك حاجه في عينك. وده على فكره حصل مع الشناوي قبل كده، عارف كنا بنلعب في افريقيا تقريبا وبعدين دخل فيه 5 تجوان. فانا جبته قلت له يا ابني ايه اللي حصل؟ قال لي انا كنت هتجوز بنت اسمها ايه وبعدين عملت لي سحر. الاهلي بياخد بطولاته برجب بحه، والزملكاويه معمول لهم سحر في كل الماتشات، والشناوي كان معمول له، والاخ شوقي كان. هو فين رجب بحه؟ بقى له ماتشين بنتعادل ليه مع الحرس ونتغلب من بيراميدز. واخد اجازه رايح الساحل ولا ايه؟ لا هو حسين كان جاي يتاسف في الشيبي، هو ما قدرش حاجات كتير يعني. هو حسين جاي يتاسف في الشيبي لان الشيبي كان زعلان جدا بصراحه. انا شايف الشيبي من ساعه الماتش ما خلص هو الشيبي متضايق جدا. وخاصه ان دي مش اول مره تحصل يعني، حصل برده معاه موقف مشابه ليه الماتش الاهلي اللي في السوبر، ماتش السوبر اللي كان في الامارات. لو انت فاكر يعني. ايوه الخناقه اللي عند الكورنر، الخناقه اللي كانت عند الكورنر بالظبط. فهو الواد ما بقاش فاهم يعني. انتوا يعني عادي، خد بالك، ما هو لو فكره في ان احنا نشتم او نضرب بعض، دي اسهل حاجه ممكن اللعيب يعملها، سهل اي حد يعملها. طيب هل ترى ان هذا الاعتذار كان مقبولا كفايه بالنسبه للشيبي؟ انا اللي شايفه كان يعني تمام في حاله تقبل، انت شايف ايه؟ والله انا هو بص، هو الشيبي من ساعه اللي خلاص هو دخل في مود ان هو متضايق جدا، فخلاص هو ممكن يكون خلاص تقبل الموضوع في ساعتها. حالته ايه بقى بعد كده؟ خلاص هو دلوقتي مسافر المغرب حتى بعد الاعتذار؟
هو متضايق، هو متضايق وده طبيعي وده حقه. بس فخير الحمد لله. انا حسين عارفه كويس. ايوه. لان حسين طبعا بالنسبه لي مش جديد عليه، احنا لعبنا كمان مع بعض، حسين وانا هو لعبنا مع بعض في المقص، حسين بالنسبه لي مش جديد، وانا عارف حسين كويس وعارف ان هو شخص كويس. فانا استغربت اللقطه بصراحه، هي كانت غريبه بالنسبه لي يعني. طالما بقى ما فيش ادب يبقى نتربى. حسين الشحات عمل وش الواد الشيبي تريك مربى. ني بقى لا في فار بايظ ولا في عاشور ولا في الحنفي. الحنفي شكله ايه ده اللي راسه جاي كده. في حكام محترمين، بنشكر جلاله الملك خادم الحرمين الشريفين. يعني مش عايز اقول لك انت كنت معمول لك حاجه في عينك، وده على فكره حصل مع الشناوي قبل كده. عارف كنا بنلعب في افريقيا تقريبا وبعدين دخل فيه 5 تجوان، فانا جبته قلت له يا ابني ايه اللي حصل؟ قال لي انا كنت هتجوز بنت مش عارف اسمها ايه وبعدين عملت لي سحر، فحد بيقف لي ورا الملعب ورا الجول، شناوي بص ورا يروح داخل الجول. تمام. فانا خايف تكون الحاله جات لك يا صبحي. تمام. والجني ده ما وروش حاجه في حياته والسحره والعفاريت غير نادي الزمالك وحراسه. قال لك اصل في حد بينادي عليه بص كده لا الكوره جت جول من الناحيه الثانيه. ما كفايه ضحك بقى، ربنا ينكم على الملوخيه اللي في دماغكم دي. ماتشات كتيره بس الحكام اللي بتلحقوا. انت بتقول لي خد 5 بطولات، بطوله السوبر اللي كانت هناك في الامارات. ما نتكلم بجد، كره الكهرباء ضربه جزاء. كره الكهرباء ضربه جزاء، ما هو دي بطوله. في الماتش اللي هو بتاع كاس مصر الشناوي لما سايب الجون ومخلي واحد بيطلع بيلعب كره قد كده، هو قد كده وطالع معاه وبيعملها بدماغه. ده برضو حظ، انا بقول لك حظ. انما عايز تكسب الفرقه زي ما انت كسبت الزمالك او كسبت بيراميدز 3، اكسب بالكوره تك 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 جون 2 3 ماشي، هقول لك ماشي. انما مش كوره الراجل يخرج فيها ما تعرفش بقى خارج كان يشرب ولا خارج في حريقه في الجون وتاخدها. هناك ضربه جزاء ربنا يديله الصحه الحكم قام جاي تيت مصفر ولا كان في فار وفي ناس تطرد. ده حمدي فتحي كان يطرد في الماتش ده. بيراميدز هناك وجايين ايه كمان، ده كانوا جايين من افريقيا مش شايفين، خسرانين من الفرقه وطلعانين وجم هنا. حمدي فتحي يطرد، يطلع المحللين اللي عندنا الحكام يقول لك ايه، لا ده صدر الراجل اللي جاي في ركبه حمدي فتحي، الغلط على الراجل مش حمدي فتحي. يا عم ده الماتش انت قاعد بتتكلم فيه ده لنا بينالتي 100%. حسين الشحات ما اتحسبش وفي طرد على بيراميدز ما اتحسبش. ما كفايه بقى صف النيه ارتقوا فالقاع قد ازدحم جاتكم القرف مالته البلد. على الهادي يا سبادي. غلط في اللعيب نفسه، واللي بيقولوه ده غلط في اللعيب نفسه اصلا اللي عنده دلوقتي. طب هو غلط بيغلط في اللعيب نفسه. هيظبطوا له دماغه. لا ما فيش حاجه اسمها يظبطوا له دماغه. يعني مش يعني حاجه هو اسمها بس دي في الاهلي، يعني بس النظره دي بس الاهلي، لكن لما تحصل مواقف مشابهه في انديه اخرى لا بتحصل مواقف هنا وهنا وهنا وهنا، بس ما فيش حد في حته تانية لوحده، كله زي بعضه. هي دي بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا بكلمك هي محطوط سبوت على الحته ديت ان ما فيش حد بيتجاوز ولا حد بيعدي مش عارف ايه ولا حد بيعمل ايه. دي محطوط عليها سبوت. لا انا بتكلم عموما على اي حد محطوط عليها سبوت ان احنا ما ينفعش حد يتجاوز وحد يعمل ويبقى موجود عندي. لا دي مش دي موجوده. انت بتتكلم انت شايف مصلحه الاهلي ان امام عاشور يبقى موجوده، دي هتقول كده اقول لك على عيني وعلى راسي، لكن ما تدخلهاش في حته تاني، ما تدخلهاش في حته تاني. الاهلي ما دخلهاش. لا الاهلي دخلها وطلع يبرر. ده عشان احنا الناس بنطلع نبرر. بتتكلم. لا ما فيش حاجه اسمها ناس كتير بتتكلم. كل الناس ده الناس بتتكلم على الاهلي. أيوة اكتر ما بتتكلم عن نفسها. ايوه ما بتتكلم على النهارده الناس. أيوة كل ساعه حد بيتكلم منهم 55 دقيقه على الاهلي و5 دقائق عن نفسه. اي حاجه. ايوه ماشي. ما هو بتتكلم على الاهلي في الصفقه. سيبك انت. الصفقه جامده طبعا. ايوه ما فيش ايه المشكله فيها؟ شغل السرينا امام في نادينا على هادي يا زبادي. فاهمني بس النادي الاهلي ما فيش حد بيروح له. انت راح النهارده ب3 تجوان، ب3 كور ب3 تجوان، كورتين في القائم، ومحمد الشناوي اللي انت عمال تقول لي محمد الشناوي. بس هو محمد الشناوي ماشي ما اختلفت. هو انت دلوقتي هتخلله؟ لا مش هتخليه خلاص بيعه. هو عنده كام سنه؟ محمد الشناوي ايه 33 لا. ولا 34 يا جماعه؟ حد بس يجي يجيب لي السن يا كابتن. ما هو انت لو انا عندي دلوقتي مصطفى شوبير وعندي حمزه علاء، واخد بالك؟ لو لعبت الاثنين دولت ما خافش، لان ما فيش حد بيروح عليا. ويوم ما بيروح انا قلت لك هو في اصعب من ماتش الوداد واول ماتش لمصطفى شوبير
المفروض كانت ركبه بتخبط في بعض، والمفروض ان هو يبقى الجون مهزول. يا كابتن رضا، إيه؟ ده الجون نص الفرقه، يعني لازم يبقى كابتن فيه رضا- ان حتى اللاعب لما يعرف ان كابتن في رضا، شخصيه محمد قويه او جون الشناوي، كويس يا كابتن. محمد الشناوي حارس لا يعوض. انت مش بتقولي وجهه نظرك؟ بيعه واستفاد وهات حارس تاني مستقبل النادي الاهلي مع طيب الاتنين. رشح لي حارس. ما لا مش هرشح، وانا سمسار. لا من وجهه نظرك، لا، مالكش انت راجل دعوه خبير بيا. يا كابتن رضا. مالكش دعوه ده بيا. انا ازاي انا مش هرشح، انا ليه؟ ما عنديش برد، ما عنديش زكام. واخد مضاد حيوي ولا ايه؟ اللي عندك طموح لانك انت اكبر نادي في افريقيا. بان انا امشي الراجل. لا هو انا ما بقولكش، بص انا بقول ان يجيب بقى مدرب على قد الاحترافيه اللي النادي الاهلي عاملها. يجيب مدرب محترم، يعني يديله كبشه فلوس بس يعمل لك شكل. كابتن رضا استهدى بالله، مدرب واخد 5 بطولات. والله ما اتكلم، خش بقى هو ايه اللي والله ما يا جدع اسمع الكلام. وانت كابتن رضا، هو انت عايز تتكلم تاخد المايك لوحدك؟ صلى على النبي، انت صلى على هتبقى النبي، رضا. صلى على النبي، صلى على النبي. واحد امشي معايا واحده واحده. انا جايب مدرب اسمه رضا عبد العال. لا سيبك من رضا عبد العال. لا اسمع رضا بس، عبد العال اسمع احنا هنقعد نطبل. خد 5 بطولات. هنقعد نطبل. اجي بطولة السنة بس. اسمعني بس، اتغلب ماتش اقول يمشي. ده انا بقول لك انا عندي طموح دلوقتي ان انا جايب لعيبه جامده وعايز اوصل ابعد من كده. اجيب بقى مدرب لان انا شايف ان المدرب ده قليل فنيا. ابعد يكسب من كده بقى. اللي بص هو ايه يا كابتن رضا؟ ما انا قلت لك كاس عالم بس كده؟ طبعا. الدوري انا بقول لك اهو من السنه دي. ما خلاص ما فيش فرق. الاهلي السنه الجايه هو بطل الدوري. ايوه ليه؟ ماشي. ليه؟ لا استنى بس. ايوه مفيش منافسين. بس دي رقم. الاهلي يكسب الدوري عشان ما فيش منافسين، 2 سوبر عشان ما فيش منافسين، كاس مصر عشان ما فيش منافسين، افريقيا عشان ما لعبناش صن داونز، والعنايه الالهيه. هتقولوا الحق امتى جاتكم القرف مالته البلد؟ لا تباتل فيه ولا الفيديو لحدنا. انت برنس البرنيس المستمر فاستس نسا. انت تتاكد انك بتدينا لايك، ما تيجي فيديو مشترك في القناه، ما الجرس في كله، شرح في كل مكان، واستنوا. لا استنوا. صياحكم طرف بدا كتير ضرب نار. سلام.